السلام العشرة. اليوم جيت لكم بالجزء الثاني من قصة المدرسة المهجورة. إلا كنتي أول مرة كتشوف القناة ديالي، ما تنساش تخلي اشتراك وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد، وخلي لي رأيك في التعاليق حيث كنقرا كل شيء. يلا بلا ما نطول عليكم، نخليكم مع القصة. شدوا شكوان خاوي وفرجة ممتعة. أعوذ بالله من كلمات الله التامات من شر ما خلق. المهم، كرينا واحد الدار كبيرة بحالها بحال الفيلا. دخلنا سدينا الباب، دزنا فوسط ديك الجريدة. عندها واحد الشجيرات صغار وشي ورد مدبال بحال الا موالينها هاجرينها، وباينة عليها ما كتسكنش في الشتا، غير في الصيف اللي كتكرا. وإلا ما كدبتش غنكون حنا الاولين اللي دخلنا ليها هاد الصيف، وغادي يكونوا مورانا داك الناس اللي جايين يدخلوا ليها في 12 ديال النهار. ما علينا. كاينه الباب الاولى ديال الفيلا والباب الثانيه ديال الدار. فتحناها حتى هي ودخلنا. ظلام ما كيبان والو. بقينا كنقلبوا على المفتاح ديال الضو وهو يلقاه والد. وشعل الضو الصراحه عجباتنا حيت واسعه بزاف. بدينا كنتفقدوا الاحوال، زعما شي داخل البيوته وشي داخل الكوزينه، ولكن لقينا داكشي موسخ. الكيسان موسخين ما كيتغسلوش، طباصل تا هما الغبره حتى هي معمره ديك الفيلا. المهم حالتها موسخه. صافي حنا قلنا الحمد لله غير لقينا فين نباتو، عاد غادي نبقاو نتشرطو. كانت تما واحد الشطابة، شطبنا ديك الصالة اللي غادي نعسو فيها، حيت حتى واحد ما بغى ينعس في البيوتة. وفي نفس الوقت الا نعسنا في الصالة غادي نكونوا موانسين بعضياتنا. صافي الامور كلها بخير. دابا لقينا فين نباتو. انا والمهدي قررنا باش نمشيو نجيبو من ناكلو، واسماعيل والوالد يتسناونا تما. صافي خرجنا انا والمهدي، دزنا على واحد الحانوت، جبنا داكشي اللي غناكلو شويه، وانا نتفكر باللي ما عندناش باش نقصرها، كاين غير كارطه. قررنا باش نمشيو للدار اللي فيها العائله نجيبو البلاي ونرجعو، حيت ما كانتش بعيده بزاف. المهم مشينا جبناه ورجعنا بحالنا مع الدخله. ملي دخلنا لديك الفيلا انا والمهدي، بان لينا واحد لابس شي حاجه بيضاء وكيطلع علينا من السطح. بقينا كنضحكو انا والمهدي. قلت له والد غير هبط من تما، حيت بانت لي فيه الفصاله ديال الوالد. ما جاوبنيش وعطانا بالظهر ومشى. حنا ديك الساعه ما تسوقناش، عارفينهم باغيين يطلعوها علينا. دخلنا وانا نلقى والد واسماعيل لاعبين كارطه. جيت انا قلت للوالد خفيف ما عندي ما يتسالك، ياك ما كاين شي باب اخر كطلع للسطح. قال لي كيفاش زعما؟ قلت له شنو الجنون كانوا كيطلعوا علينا من السطح. قال لي حلف الا كدوي من نيتك، وكيقسم بالله الا كيف ما خليناهم بقاو ما تحركوش من بلاصتهم. انا شفت في المهدي لقيته صفر بالخلعه، حيت داكشي اللي شفنا ماشي عادي. كلشي دخلوا الخوف. انا ما تقبلتهاش، باقي كنقول غيكون غير والد اللي فيه هاد الفعايل. المهم قلت ليهم دابا صافي ما طرا والو، خليونا نقصروا شويه البلاي. داكشي اللي كانت تما واحد التلفازه برونشينا السلوكه وبقينا لاعبين. ما كملاتش حتى نص ساعه وحنا كنسمعوا الشرجم ديال الكوزينه تفتح، ودوك الكيسان والطباس اللي في الكوزينه طاحوا كلهم. كلشي قفز من بلاصتو، حتى واحد ما قدر يتحرك. كنتسناو غير شي حد يخرج لينا من الكوزينه. كلنا كنشوفوا في بعضياتنا والهضره ما بغاتش تخرج. انا في ديك الساعه باش ما نزيدش نكبر الموضوع وندخلوا في ديك الاجواء ديال الرعب، قلت لهم على ريح بلاتي نوض نسدو، واحد فيكم يجي معايا باش نجمعوا داك الزاج، راه غادي نتحشموا مع راجل خالتي غدا. اسماعيل قال لي انا نوض معاك. دخلنا لديك الكوزينه، النسمه ديال الريح ما كايناش. طليت من داك السرجم كنلقى بحال واحد الجريده اخرى صغيره، ما عارفينش الباب ديالها منين. المهم بقينا كنجمعوا في ديك الزاج. جمعنا داك الزاج كامل، درناه في واحد الميكا كحله وخشيناه في واحد الطارة وكان تما. خرجنا من الكوزينة لقينا والد والمهدي باقيين جامدين كيتكلموا مع بعضياتهم وعلامة الحيرة في وجههم. انا قلت لهم صافي كملوا اللعب، شكون داخل دابا؟ كانت النوبة ديالي، غادي نلعبوا انا والمهدي. المهم بقينا كنلعبوا كناكلوا داكشي اللي جبنا من الحانوت.
وكنحاولوا نساو داكشي اللي وقع. تقلبات الاجواء وولينا كنضحكوا ونقشبوا على بعضياتنا شويه، وكنسمعوا الروبيني ديال الدوش تحل بالجهد. درنا عند والد واسماعيل ولكن ما لقيناش اسماعيل، لقينا والد بوحدو كيلعب في التليفون. سولناه على اسماعيل فين هو، قال لينا باللي خرج يكمي حدا الباب. هواه والروبيني شكون فتحو؟ بدينا كنعيطوا ليه وهو يجي لعندنا. قلنا ليه واش انت اللي فتحتي الروبيني؟ قال لنا لا، راه انا كنت في الباب. وكيقسم بالله ما دخل للدوش في ديك اللحظه. كلشي تبلوكا، ما بقينا فاهمين والو. واش نخرجوا بحالنا ولا نكملوا الليله؟ كلشي شنو كيقول. لكن قررنا باش نكملوا الليله على الاقل حتى يطلع النهار. صافي سدينا داك الروبيني اللي كان مفتوح ورجعنا للصاله، وكنناقشوا في هادشي اللي طاري لينا دابا. كاين اللي كيقول هاد الفيلا مسكونه، وانا باش ما كنبغيش نزيد ندخلوا راسنا في الرعب كنقول لهم لا عادي، هذاك غيكون غير روبيني فيه شي ديفو، واخا انا عارف هادشي ماشي طبيعي. وبحال اللي موالين داك الفيلا ما باغييناش نباتوا داك الليله تما. المهم قررنا باش ننعسوا حدا بعضياتنا باش كنكونوا موانسين. كل واحد شد بلاصتو. انا ووالد نعسنا فوق السدادر، واسماعيل والمهدي فرشوا واحد الغطا كان تما نعسو حدانا. المهم الضو مطفي وحنا كنتكلموا بيناتنا حتى لواحد اللحظة اللي كنتفكرها انا باقي لدابا لحمي كتبورش عليا. سمعنا الصوت ديال البقرة في ديك الجردة اللي قلت لكم عليها الشرجم ديال الكوزينة. والله واخا نجي نوصف لكم داك الاحساس ما نقدش. وصلنا لواحد الدرجة اللي حتى واحد فينا ما قادش يتزعزع. كلش كيقول الا تحركنا نقدروا نتسكنوا ولا شي حاجة بحال هكا. شوية هو يتكلم والد، قال واش هاد الصوت بقرة ولا غير انا كنتخايل؟ كاملين بينا كنقولوا ليه حتى حنا سمعناه. والمشكل الصوت باقي خدام وحنا كنتكلموا. جيت انا قلت لهم شوفوا غادي نمشيو مجموعين نشوفوا واش كاين شي بقرة تما. نضنا شعلنا الضوء تمينا غاديين. تخيلوا معايا حنا كنخلفوا خاصنا نمشيو للكوزينة باش نطلعوا الصوت كيضعف. حتى وصلنا للكوزينة طلينا ما لقينا حتى حاجة. تمينا راجعين وقريب نتسطاو حتى كنسمعوا الصوت ديال شي واحد كيجري في السطح بحال اللي في رجلو طالون. كاملين بينا بدينا كنقراو القرآن وكنتبتو بعضياتنا، حيت داكشي اخوتي راه يقدر يسطي بنادم الا كان بوحدو. الحمد لله كنا بربعة بينا، هذا كيتبت هذا. المهم تمينا راجعين لديك الصالة اللي فيها غنعسو وكلنا مرعوبين، كتحس بالحلق ديالك ناشف. المهم قلت لهم الدراري غنصبروا غير حتى يطلع النهار ونخرجوا، واخا غير مع ديك 7:30. كلشي وافق وبقينا جالسين في البلاصة اللي كنعسو فيها. وكنت حاط تليفوني تشارجا في وسط الدار. شوية هو يطفى ويشعل غب وحده وكيطلق شي لوانات بحال اللي تسطى. صافي انا نط كنجري، خفت عندك يتحرق، حيدت ليه الباتري وخليته شويه عاد شعلته. المهم اخوتي رجعت بحالي للبليصه عند الدراري وباقي كلنا مرتابكين وما عارفينش اشنو غنديرو. شويه وهو يرجع داك الصوت ديال البقره، ولكن هاد المره بالجهد. والضو ديال الكوزينه بدا كيطفى ويشعل بوحدو. حنا جمدنا داك الساعه حتى واحد ما قد يتحرك. كنشوفو غير في ديك الكوزينه اللي الضو ديالها كيطفى ويشعل، وداك الصوت ديال البقرة اللي ما بغاش يسكت تما. تأكدنا باللي صافي الدار مسكونة وخاصنا نخرجوا منها قبل ما توقع شي كارثة. شوية وحنا كنسمعوا الصوت ديال الباب الفيلا بحال اللي تفتح. طلينا من واحد الشرجم ديال الصالون، كتبان ليك باب الفيلا والجردة ديالها، ولكن ما كاين حتى حد كيفتح الباب. وكان واحد الكرسي في الجردة بانت لينا بحال واحد المرأة شارفة بزاف، الملامح ديال وجهها ما باينينش، ولابسه بحال السلهام في الازرق وموسخ فيه طبايع كوحل. شويه وهي تنوض معاه كانت داك الجرده مظلمه، غير الضو ديال وسط الدار هو اللي كيضوي عليها. شويه بدات كتشوف فينا وشيرات لينا بيديها، الاشاره ديال يديها كتقول لا لا. ملي شفنا ليها في رجليها عندها الرجلين ديال البقره، وبدات خارجه بحالها. فتحت الباب ديال الفيلا وخرجات. اللي فهمنا من ديك الاشاره هي غير خرجوا بحالكم اولا ما تبقاوش هنايا. انا في ديك اللحظه والله ما قديت نتحرك، وكلنا وجهنا صفر ومخلوعين. كلشي كيقول شفتوا الرجلين البقره. كلشي بغى يتسطى. شداتنا واحد الهستيريا غريبه،
المهدي هز حوايجو، قال انا والله لا بقيت هنا، واش بغيتوني نتسطى؟ وحنا كنقولوا ليه غا صبر مالك اصاحبي. وبدينا كنغوتوا على بعضياتنا حتى سكتنا. قلت لهم الدراري غير تبسوا قراو القرآن. والد كان عنده شوية في الشارج، قلنا ليه شعل القرآن غير باش نخرجوا بحالنا وما يخرج لينا حتى واحد في الطريق. رجعنا كنشكو في اي حاجة وخوفانين من اي حاجة. داكشي اللي كنت كنقول عليه في الصغر باللي هما بحالنا وخاصني نشوفهم كله لغيته من بالي، وليت كنتمنى غير نخرج بحالي من هاد المصيبة. وباقا قدامنا ديك الجردة هي اللي خوفانين منها. المهم شعلنا القرآن في التليفون، جمعنا حوايجنا وبقينا خارجين كنشوفوا في ديك الكوزينة اللي الضو ديالها طفى، وخارجين بحالاتنا وحاضين عندك تخرج لينا شي حاجة. سدينا الباب ضد الدار وباقا لينا غير الجردة باش نخرجوا بحالنا. بقينا غاديين والقرآن مشعول، كنحسوا بالأمان شوية وكنتسناو غير فوقاش نوصلوا للباب الفيلا الكبيرة. الحمد لله وصلنا ليه، فتحنا وخرجنا بحالنا وكل شي قلبو قريب يسكت. سدينا الباب بالساروت وكل واحد فينا مصدوم بحال الا تلاقينا في شي حلم مجموعين. المهم كانت 6 ديال الصباح ديك الساعة، بقينا في البحر ما نعسناش حتى لديك 10 وانا نعيط لراجل خالتي. قلت ليه اجي دي السوارت، جا لعندي عاودت ليه اشنو طرا لينا انا، وقلت ليه باللي من الاحسن ما تكريهاش لدوك الناس. وداكشي اللي دار حتى ديك الناس عاود ليهم اشنو طرا لينا وما دخلوش ليها. ومن داك الوقت وانا والدراري ما عاودناها لحتى واحد، حتى لقيتك نتايا. أه حتى, حتى لقيتك نتايا وجيت عاودتها لي، وكانت هذه هي القصة ديالي على المدرسة المهجورة. إلا وصلتوا حتى لهنايا الدراري تسالات القصة ديالنا، متنساوش ديروا اشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ومع السلامة العشرة.